2022 سنة ميلادية عدت على البشرية. عمرك تخيلت كده يا صديقي كم الأجيال اللي عاشت وكم الأحداث اللي عدت على البشر كانت عاملة إزاي؟ بس مع بداية كل سنة جديدة بيبقى عندنا حالة من الطاقة الإيجابية وحالة فرحة كده وإحنا شايفين سنة جديدة بتتولد قدامنا. علشان كل الطاقة الإيجابية دي عندنا 10 حاجات بنقدمهم لك لازم يكونوا معاك في 2023. أنا بشوي أفلامين عكس التيار. أول حاجة معانا هي وضع الخطط. القصد مش هنا يا صديقي إن إحنا نحط أهداف لآخر أسبوع في السنة أو أول أسبوع في السنة هطلع رحلة ولا هعمل إيه. الموضوع يا صديقي أكبر من كده. إحنا عايزين نحط توقعات للعام المقبل ونمشي على خطوات سليمة علشان توصلنا لأهدافنا الشخصية، وده بيساعدنا في تحديد الأهداف والأولويات على تحويل الأفكار إلى إنجازات على أرض الواقع. رقم 2 معانا هي تقييم إنجازات العام الماضي. إحنا لازم نعرف نقيم إحنا عملنا إيه في العام الماضي علشان نعرف أخطائنا ونصلحها، ونعرف كمان نحافظ على وقتنا ونعرف نحافظ على جهدنا علشان نعرف نوصل لنجاحات على المستوى الشخصي والمهني. رقم 3 معانا هي اتخاذ القرار بتنفيذ هدف واحد على الأقل. كتير مننا بيفكر إن يكون ليه كيان مستقل بذاته وإنه يحول الأفكار اللي في عقولنا إلى مشاريع في الواقع الملموس مع بداية كل عام جديد، لكن بتمر السنين وتبقى الأفكار زي ما هي حبر على ورق، وده علشان في البدايات صعوبات، فواجب علينا إن احنا نقضي على المخاوف حتى لا تضعف دوافعنا من البدء في خوض تجربة جديدة، فنحاول ننفذ هدف واحد على الأقل لتحفيز دوافعنا. رقم 4 هي التخلص من العراقيل. في بداية السنة الجديدة عايزين نرمي ونتخلص من الأفكار السلبية ونبعد كمان عن الأشخاص اللي ممكن يقفوا عائق قصاد تحقيق أهدافنا، وكمان نرمي ونتخلص من النقد المبالغ فيه لنفسنا والخوف من آراء الآخرين، ونحاول نبعد خالص عن أي شخص يحاول يتلاعب بينا أو يقلل من شأننا مثلا. رقم 5 معانا هي التمسك بالإيجابية. خليك دايما يا صديقي، خليك متفائل، خليك إيجابي، خليك قوي، عزز نفسك، ما تخافش من المستقبل، ردد عبارات تخليك دايما متفائل بالسنة الجديدة، زي مثلا تقول لنفسك أنا متفائل بالسنة الجديدة، تقول لنفسك السنة الجديدة دي هتكون أيام جميلة، تقول كمان لنفسك إن في السنة الجديدة اللي هتبدأ 2023 في نجاحات كبيرة مستنياني، فلازم تكون متفائل بصفة مستمرة. رقم 6 معانا هي عدم التخلي عن الأهداف القديمة. هتقول لي إزاي؟ يعني إزاي ما تخلاش عن الأهداف القديمة؟ هقول لك يعني تخلي هدفك القديم هو جزء من أهدافك في السنة الجديدة علشان تقدر تتحفز وتنفذها، وياريت بلاش الأهداف المعقدة أو الأهداف اللي بتفوق قدراتك أو اللي صعب عليك تنفذها علشان ما تدخلش نفسك في حالة من عدم التحفيز أو الكسل الفكري والنفسي. 7 اكتشف مهاراتك. اعرف أنت ماهر في إيه، ممكن ده يوجهك لفكرة عمل مشروع معين أو يوصلك لشيء أنت أصلا مش عارف توصله. فكرة إنك تكتشف المهارة اللي عندك دي حاجة عظيمة جدا، ولو أنت عارف أصلا أنت ماهر في إيه فبرضو تعزز مهارتك دي أكتر وأكتر وتنميها. وجنب ده كله ما تنساش القراءة، علشان لو عززت مهارة القراءة والاطلاع على الكتب الأدبية والعلمية هتزود من فكرك وتزود من إنتاجيتك وتفكيرك الإيجابي المبدع. 8 إدارة الوقت. والنقطة دي يا جماعة من أهم النقاط 10 اللي هنتكلم فيهم النهاردة هي إدارة الوقت. أول حاجة تعملها علشان تبدأ في إدارة وقتك إنك تحدد أنت عاوز تنام كام ساعة في اليوم. بعد ما حددت عدد ساعات النوم هتظبط منبهك علشان تصحى، بمجرد ما يرن المنبه أنت تصحى على طول، ما ترجعش تنام تاني. دي أول حاجة في إدارة الوقت. تحدد المهام كمان اللي أنت عاوز تعملها أثناء يومك. بعد ما حددت المهام
لازم تفوق نفسك أول ما تصحى من النوم، توضب سريرك مثلا، تفطر، تعمل 10 دقايق تمارين رياضية، تشرب لك كوباية شاي، وبعد كده تبدأ على طول في مهامك اللي انت محددها. يا ريت كمان تقلل من شرب الكافيين علشان ده مش كويس علشان صحتك وجسمك، وكمان هتتعود عليها بعد كده في شغلك. علشان تكمل شغلك لازما هتضطر انك تشرب اي نوع من انواع الكافيين. انت ممكن تستبدل ده مثلا ممكن تنام في اثناء يومك نص ساعة او ساعة علشان ترجع تكمل نشاطك او تجدد نشاطك وتكمل شغلك ومهامك بتركيز عالي جدا وانتاجية عالية. 9. الصداقة. تمر السنين ويجي غيرها وانت ما عندكش صديق يبقى أقرب من أخ ليك. اختار في بداية السنة الجديدة صديق يبقى مكانك وقت غيابك، يحبك زي نفسك. اختار صح، وانت بتختار فكر بعقلك. ولو انت عندك صديق وفي حقيقي كلمه وقول له أنا بشكر ربنا إنك صديقي، وديم صداقتنا سنين وسنين، فالصديق الأمين معقل حصين. رقم 10 والأخيرة هي عمل الخير والمساعدة. مع بداية السنة الجديدة خليك فاعل خير، لأن ده هيقربك من ربنا أكتر، وهيخلي ثقتك مع الناس وحبهم ليك يزيد، وكل ده هيأثر إيجابيا على حياتك اليومية، وكمان هيجدد نشاطك وسعادتك. ودي كانت نهاية حلقتنا. لو عجبك الفيديو بتاعنا اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس. كان معكم بشوي أفلامين عكس التيار.